في كائنات بترمي نفسها من فوق الكليف لمجرد إن الباقي عمل كده. المشكلة إن المستثمرين بيعملوا نفس الحاجة كل يوم. ده أول فيديو في سلسلة عن التقييم، الفالويشن. ولما بقول كلمة تقييم، أغلب الناس أول حاجة بتيجي في دماغها هي الأرقام والموديلات. وده طبيعي، لأن فعلا التقييم فيه أرقام كتير وموديلات كتير. لكن في 3 أفكار أساسية أتمنى توصل خلال السلسلة دي. أول فكرة، إن التقييم في الأصل بسيط وإحنا اللي بنعقده. تاني فكرة، إن أي تقييم مهما كان مليان أرقام وراه قصة أو تصور معين عن البيزنس، والتقييم القوي بيطلع من فهم القصة دي، مش من كثرة المعادلات. تالت فكرة، إن أغلب التقييمات السيئة مش مشكلتها في الحسابات نفسها، لكن في طريقة التفكير اللي وراه. وفي 3 مشاكل بتتكرر دايما. أول مشكلة هي البايس أو التحيز، إنك تدخل التقييم وإنت أصلا عندك رأي مسبق، وبعدها تبدأ تبني الأرقام على الرأي ده. تاني مشكلة هي الانسرتينتي، عدم اليقين. إحنا بطبيعتنا مش مرتاحين لفكرة إن المستقبل مش واضح، ومع ذلك التقييم كله قايم على توقع المستقبل. وتالت مشكلة هي التعقيد، الكومبلكستي. إحنا عايشين وسط بيانات كتير وموديلات أعقد كل يوم، وأحيانا التعقيد ده يخلينا ننسى إن أساس التقييم المفروض يكون بسيط وواضح. وده اللي هحاول أوضحه خلال الفيديوهات الجاية. ممكن تسأل إحنا بنقيم إيه أصلا؟ الإجابة تقريبا أي بيزنس أو أصل ممكن تتخيله، شركة صغيرة أو كبيرة، شركة خاصة أو متداولة، شركة في سوق ناشئ أو حتى في سوق متطور. وهدفي من السلسلة ديت إنك في النهاية تبقى قادر تبص على أي أصل تقريبا وتحاول تقيمه بشكل منطقي. ولما بدأت أدرس التقييم كنت فاكر إن كل الناس مهتمة بنفس الطريقة اللي أنا مهتم بيها، وبعدين اكتشفت إن ده مش حقيقي. أغلب الناس أصلا مش مؤمنة بالتقييم، حتى ناس كتير شغالة فيه كمهنة، لكنهم بيعملوه لأنه جزء من شغلهم، أو لأنه وسيلة تحميهم، أو لأنه مطلوب منهم. وعلشان كده قبل ما ندخل في التفاصيل والموديلات، أحب أبدأ بسؤال مهم. أنا شخصيا ليه بعمل تقييم أصلا؟ أنا بعمل التقييم علشان أقاوم الليمن اللي جوايا. أكيد سمعتوا عن الليمن قبل كده، صح؟ من حوالي 50 سنة ناشونال جيوغرافيك صوروا مشهد غريب جدا. آلاف من كائنات صغيرة شبه الفئران كانوا متجمعين فوق الكليف، وبعدها جريوا كلهم ورموا نفسهم في البحر. ومن وقتها والناس تسأل ليه عملوا كده؟ وليه كلهم مشوا ورا بعض بالشكل ده؟ أنا بصراحة معرفش الإجابة الحقيقية، بس خلينا نتخيل الموقف مع بعض. ممكن تفهم ليه أول واحد وقع كان بيجري بسرعة وما قدرش يقف، وممكن حتى تفهم اللي بعده كان قريب جدا وملحقش ياخد باله. لكن تخيل نفسك آخر واحد في المجموعة، أنت بتجري ناحية جليف وشفت كل اللي قدامك اختفوا واحد ورا التاني. الطبيعي إنك توقف وتقول في حاجة غلط، لكن المشكلة إن في صوت صغير بيطلع في دماغك وقتها، صوت بيقول لك أكيد الناس ديت كلها عارفة حاجة أنت مش عارفها. وافتكر الجملة ديت كويس، لأن ديت من أخطر الجمل في الاستثمار. ناس كتير بتشتري لأن كل الناس بتشتري، وتبيع لأن كل الناس بتبيع، مش لأنهم فاهمين القيمة الحقيقية. وده بالنسبة لي أهم سبب للتقييم. التقييم بيجبرك تقف لحظة وتفكر بنفسك بدل ما تمشي ورا الزحمة وخلاص. عارفين إمتى الصوت ده بيظهر فعلا؟ لما تقيم شركة. خلينا نقول إنك قيمت أمازون ووصلت إن السهم يستحق $50، لكن السوق مسعره ب $278، وساعتها الجزء العقلاني فيك يقول السهم ده غالي، ما تشتريهوش. لكن بعدها يطلع لك الصوت الصغير ده في دماغك، أكيد الناس ديت كلها عارفة حاجة أنت مش عارفها. ومن هنا تبدأ الحاجات الغريبة تحصل. الكاش فلوز يكبر شوية، الجروس ريتس يعلى شوية، الديسكاونت ريت ينزل شوية، ال50 تبقى 100، وال100 تبقى 150، وفجأة تلاقي نفسك وصلت ل275، وبقيت تقنع نفسك إن السهم أصلا رخيص. وفي الحقيقة أغلب المستثمرين تقدر تقسمهم ل3 أنواع من الليمنز. أول نوع البراود ليمنز، ودول ناس ما عندهاش مشكلة تعترف إن هي ماشية ورا الزحمة. مين دول؟ الناس اللي بيسموا نفسهم مستثمري الزخم أو المومنتوم انفستورز. الفكرة عندهم بسيط، الناس بتشتري نشتري، الناس بتبيع نبيع. طيب ليه؟ مش مهم، المهم إن السوق طالع. النوع التاني
اليوجي بير ليمونز. لو فاكرين شخصية اليوجي بير، كان دايما يقول أنا أذكى من الدببة التانيين، ودول فاكرين إن هم أذكى من بقية الناس عايزين يجروا مع الزحمة. لكن قبل الإجلاف أو المنحدر بلحظة يلفوا ويرجعوا، يعني ياخدوا المكسب ويهربوا قبل الانهيار. ولو قدرت تعمل كده فعلا يبقى ده ممتاز، هتكسب من الزخم ومن غير ما تدفع الثمن. المشكلة إن ده أصعب بكتير مما الناس متخيلة. أنا شخصيا لا أقدر أكون براود ليمن وفي نفس الوقت ما عنديش الثقة إن أبقى يوجي بير ليمن، لأن ببساطة ما أعرفش الجليف جاي إمتى. ولو هتوصفني فأنا غالبا ليمن لابس لايف فيست، وده تقريبا كل اللي بيعمله التقييم. التقييم مش بيمنعك تغلط، ولو أنت مصر تشتري سهم غالبا هتشتريه، ولو مصر تبيع غالبا هتبيعه. لكن التقييم بيبطئك شوية، بيدي الجزء العاقل فيك فرصة يتكلم قبل ما يتحرك. وعلشان كده أنا بعمل تقييم. بعد ما فهمنا الفكرة ديت، خلينا نتكلم عن اللي بسميه مثلث برمودا الخاص بالتقييم. الثلاث أسباب الكبار اللي بيخلوا التقييمات تفشل، والموضوع غالبا مش بسبب الأرقام ولا بسبب الموديلات. أكبر مشكلة في التقييم إن الناس نادرا تدخل التقييم وهي محايدة فعلا. أغلب الناس بيكون عندها رأي مسبق عن الشركة قبل ما تبدأ، وده طبيعي لأنك قبل ما تقيم أي شركة غالبا بتكون قريت عنها وسمعت أخبار وكونت انطباع معين. والمفارقة إن كل ما تعرف أكتر عن الشركة كل ما التحيز ده بيكبر، ولما الرأي المسبق يثبت في دماغك التقييم يبدأ يتحرك ناحيته. يعني لو أنت مقتنع إن الشركة عظيمة غالبا هتطلع بقيمة عالية، ولو شايفها شركة سيئة غالبا هتطلع بقيمة منخفضة. بل وزيدك من الشعر بيت، قول لي مين اللي بيدفع لك علشان تعمل التقييم وأنا أقول لك التحيز رايح في أي اتجاه. وعلشان كده أول سؤالين بسألهم لما أشوف أي تقييم هما مين اللي عمل التقييم ومين اللي دفع له، لأن كتير جدا من التقييمات بيكون اتجاهها متحدد من البداية. فلو أنت مثلا بنك استثماري وعميل جاي يشتري شركة، فهو غالبا مش عايز يسمع إن الشركة غالية، هو عايز يسمع إن الصفقة ممتازة. وبالتالي بشكل مباشر أو حتى غير مباشر هتلاقي التقييم بيتحرك ناحية النتيجة اللي العميل عايزها. وفي النهاية ده بالظبط السبب اللي خلاني أعمل السلسلة دي، مش علشان نحفظ موديلات أو نمشي ورا معادلات، لكن علشان نتعلم إزاي نفكر بشكل أهدى وأعقل وسط النويز والزحمة الموجودة في السوق. خلال السلسلة ديت هنتكلم عن إزاي تقيم أي شركة تقريبا، إزاي تفكر كمستثمر، وإزاي تبني رأيك بنفسك بدل ما تمشي ورا رأي السوق. ولو مهتم تتابع السلسلة ديت ادعمنا بلايك واشترك في القناة. ولو عندك أي سؤال عن التقييم الفالويشن أو في شركة نفسك نحللها أو نقيمها سيبها في التعليقات وهنحاول نغطيها في الفيديوهات الجاية. أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.